السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمهورنا الحبيب، عدنا إليكم أهلا ومرحبا بكم في قناتكم، قناة خط الدفاع. نبدأ بخير الكلام، الصلاة والسلام على سيد الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها. العناوين: الأهلي إلى نصف النهائي لملاقاة الملكي. أفشة والقاضية 2. كولر أستاذ ورئيس قسم. شكرا لجمهور المغرب الحبيب والعظيم. إلى أمير مرتضى، بص في ورقة كده. أفراح الأهلي في كل فروعه والتفاصيل. ليلة من ألف ليلة وليلة. القاضية لمجدي أفشة. مجدي أفشة هو صانع السعادة. مجدي أفشة كان على موعد اليوم في الهدف الكبير والغالي والعزيز في هذه المباراة. الدقيقة 88 تشهد القاضية 2 لمجدي أفشة. بسم الله ما شاء الله. فريق النهاردة الأهلي قدم كورة روعة. الشوط الأول انسوه، خلينا في الكورة، خلينا في التكتيك، خلينا في استهلاك لاعبي سايتل. أفشة برافو عليك، أفشة تسلم رجليك، أفشة شكرا ليك، ما شاء الله. لعيبة قد المسؤولية. مجدي أفشة دائما على الموعد، مجدي أفشة دائما على الفرحة، مجدي أفشة دائما يسعدنا. مجدي أفشة يغيب لكنه يعشق الكيان ويعشق جمهور الكيان ويعشق النادي ويحب النادي. شكرا لك يا أفشة. نعم، نزل أفشة المباراة اتغيرت، نزل أفشة الفريق اتغير، نزل أفشة كل الهجمات اتغيرت. بعد ما كنا مضغوطين بدأ الضغط يكون لصالح الأهلي. الحمد لله على النتيجة، والحمد لله على الهدف، والحمد لله على الأداء. تكتيك رائع، تكتيك ممتاز من مدرب فاهم، من لعيبة بتنفذ، من لعيبة فاهمة، من لعيبة بتحب النادي، من لعيبة بتأدي للنادي، من لعيبة بتعمل كل حاجة علشان تسعد جمهور النادي. شكرا لكم جميعا. يا كاتب التاريخ، لا تغلق الصفحات. مع الاعتذار للكابتن الكبير عصام الشوالي. يا كاتب التاريخ، لا تغلق الصفحات. الأهلي دائما يصنع المعجزات، الأهلي دائما يصنع الصعوبات، الأهلي دائما هو خلق للصعاب. نعم، الأهلي نادي خلق للمواقف الصعبة، وخلق للمباريات القوية، وخلق للأداء الرائع. شكرا لاعبي الأهلي، شكرا إدارة الأهلي، شكرا مدرب الأهلي. أفشة بعد الجون بيصرح بيقول إيه؟ الجون ده مش أفشة اللي جابه، الجون ده اللي عمله جمهور الأهلي، الجون ده اللي عملته إدارة الأهلي، الجون ده اللي عمله مدرب الأهلي، الجون ده اللي صنعه لاعبي الأهلي. شكرا يا أفشة. الأهلي إلى نصف النهائي، الحمد لله والشكر لله. لاعبين رجالة، لاعبين أبطال. أفشة القضية 2، أفشة لسه في قضية 3 وقضية 4 وقضية 5 وقضية 6 إن شاء الله. طالما موجود أفشة موجودة القضايا إن شاء الله، القاضية بإذن الله. أنا عاوز أقول لكولر أنت مدرب عبقري. شوط أول للنسيان، لكن كولر كان بيأدي مهمة، كان بيستهلك لاعبي سايتل، كان بيستهلك سرعات سايتل، كان بيستهلك اللياقة البدنية بتاعت سايتل، وقد صار نفذ فعلا التعليمات وعمل اللعيبة أدت الدور ونفذوا تعليمات كولر. وكانت النتيجة عندما بدأ بتغيير الفريق الثلاثة اللي نزلوا وغيروا للأهلي، غيروا التاريخ، غيروا اللعب، غيروا المواقف، غيروا الهجمات، غيروا اللعب، غيروا اللياقة، غيروا كل حاجة، وكسبنا المباراة والحمد لله. مدرب بيشتغل صح، مدرب بيعمل صح، مدرب عارف هو بيقابل مين وبيعمل ايه وبيقابل ايه وبيعمل ايه. الشوط الثاني الأهلي قدر يمشي زي ما هو عاوز. الأهلي قدر ياخد الفريق زي ما هو عاوز يلعب، زي ما هو بتكتك، زي ما هو عاوز يوصل لنتيجة معينة. والحمد لله أول 10 دقايق برضو كان ليهم سيطرة. بعد كده الأهلي بدأ يسيطر، والحمد لله النتيجة كانت 1-0 للأهلي. فوز رائع وفوز غالي وفوز عظيم وفوز انتظرناه، وكنا عندنا ثقة في الله أولا وأخيرا ثم في لاعبينا إن شاء الله الفوز كان جاي. كفة الأهلي
كانت متفوقة، تفوق الأهلي في الشوط الثاني وسيطر الأهلي واستحوذ الأهلي، وكانت النتيجة لصالح الأهلي. الله يكافئ المجتهدين، الله مع المجتهدين، الله مع من يبذل جهد ويعمل ويشتغل بما يرضي الله، لازم ربنا يرضيه. لابد أن نشكر جميع اللاعبين، ولكن كل التحية لمعلول ومتولي عبد المنعم وهاني. أديتوا مباراة قوية جدا، رجال بمعنى الرجال، تحملتوا الكثير وتحملتوا صعاب وتحملتوا سرعات وقوة بدنية رائعة من فريق سايتل، لكن كنتوا قدها، كنتوا رجالة، كنتوا محترمين، كنتوا قد المكان بتاع الأهلي وقد ناديكم وقد جمهوركم، وعملتوا اللي عليكم. شكرا لكم انتوا الأربعة، تحملتوا النهاردة نسبة كبيرة جدا من ضغوط هذا الفريق. أيضا شكرا إلى عمرو السولية واليو ديانج وحمدي فتحي اللي قدروا يقفلوا قدام الدفاع علشان ما يكونش الضغط كله على الأربعة بتوع الدفاع. قدروا يقفلوا الطريق من الأول وقدروا يسيطروا على قد ما كانوا متفقين مع بعضهم وكانوا ملتزمين مع بعضهم وكانوا بينفذوا تعليمات مدربهم. قدروا الحمد لله يقفلوا الملعب كويس ويحافظوا على حارسهم وحافظوا على الفريق وحافظوا على النتيجة حتى انتهى الشوط الأول. برافو عليكم عمرو السولية، حمدي فتحي واليو ديانج، وربنا يحميكم من الإصابات. ليلة جميلة، فرحة جميلة، ليلة رائعة، فوز رائع. الليلة دي أحلى ليلة. كل التقدير للاعبي الأهلي الرجالة، كل الاحترام لهم جميعا، كل الفوز الجميل، الفوز الغالي، الفوز المحترم على فريق أيضا محترم. دلوقتي مش عاوزين نسمع أي إعلامي حقير أو أي إعلامي فاسد أو أي إعلامي ما عندوش ضمير يقول لك الأهلي قابل فرق ضعيفة. شفتوا النهاردة المباراة وشفتوا الفرقة وشفت اللعيبة اللي كانت قدام الأهلي، لعيبة سريعة، لياقة بدنية عالية، مهارات عالية، كل حاجة عندهم متفوقة، لكن الحمد لله الحمد لله الفوز كان للأهلي. شكرا لديانج، شكرا للسولية أستاذ النص، شكرا لحمدي فتحي الرجولة، شكرا لكهربا نفذت الخطة، شكرا لكل من ساهم اليوم في هذا الفوز. مدربك قال لك يا كهربا أنا عاوزك تستهلك الدفاع وعملت اللي عليك. احنا مبسوطين، ما جبتش أهداف، ما فيش كانت فرص قوية، لكن انت استهلكت اثنين دفاع اللي كانوا شغالين عليك. برافو كهربا وشكرا ليك، واللي جاي أحسن. شكرا لتاو، شكرا لتاو. على فكرة يا جماعة والله تاو ده لعيب كبير جدا، لعيب مهاري، لعيب فنان في الكورة، بس ربنا يبعد عنه الإصابات، هنشوف منه حاجات كويسة جدا. شكرا لطاهر اللي كان راجل وتعب الدفاع بسرعاته وتعب خط النص بتاعهم. برافو محمد طاهر، عملت اللي عليك، نفذت تعليمات المدرب، وكانت النتيجة ان هم استهلكوا بدنيا وسبت الطريق مفتوح لاخواتك الثلاثة اللي نزلوا، قفشة وشريف وعبد القادر، وقدروا يشكلوا خطورة على الفريق، وقدرنا الحمد لله نفوز للمباراة. شكرا أسد أفريقيا الشناوي، بطلنا القومي، بطلنا القومي فعلا، راجل المباراة بالنسبة للشناوي. الشناوي النهاردة كان مركز، كان واقف راجل في عرينه، كان واقف أسد في عرينه، كان واقف قد المسؤولية، كان برافو عليك النهاردة، عملت اللي عليك، والله شكرا ليك بجد، راجل تستاهل تكون فعلا أحسن لاعب في أفريقيا. الشناوي عادل الرقم الكلين شيت بتاعت نوير، بقى زيه زي أكبر أحسن حارس في العالم، حارس بايرن ميونخ. الحمد لله ربنا بيكافئه، ربنا بيجازيه، لأنه راجل محترم، ضحى باحتراف وضحى بملايين وضحى بفلوس علشان يفضل مع الأهلي ومع جمهوره. شكرا ليك يا شناوي، شكرا ليك يا شناوي مرة تانية، عملت اللي عليك والحمد لله ربنا كافئك بالنتيجة. إلى كل أعداء الأهلي، إلى كل من يكيد للأهلي، إلى كبير مزوري مصر العطار، إلى أحمد مجاهد، إلى هاني أبو ريبة، إلى علام، إلى الكومي إيهاب الكومي، إلى الدرندلي، إلى مرتضى منصور، إلى أمير منصور، إلى الوزير كامل، إلى وزير الشباب والرياضة. الأهلي فوقكم جميعا، الأهلي راعي البسمة والفرحة، الأهلي هو نادي مصر،
الأهلي رغم أنف الحاقدين فوق الجميع. الأهلي في حتة تانية، الأهلي في مكان تاني، الأهلي أهلي أيها الحاقدين. إلى أمير مرتضى منصور، شوف محترفيننا وين وصلونا، شوف أنت بتعيب عليهم، شوف لاعيبة الأهلي وتعلم الأدب، شوف رجال الأهلي وتعلم الرجولة، شوف أبطال الأهلي وتعلم البطولة. شوف أمامكم 100 سنة ضوئية لما توصلوا للاعبي الأهلي ورجولة الأهلي وأبطال الأهلي وبطولات الأهلي. الأهلي عملاق العرب وعملاق أفريقيا وعملاق مصر وسيدكم رغم أنفكم جميعا. شوط أول كان للنسيان، شوط أول ما هينام الذاكرة. سايتر كان الأفضل، سايتر كان الأحسن، كان الأخطر، نحن نعترف بذلك ولن نغير التاريخ ولن نغير الحقائق. لكن الحمد لله بدأ الشوط الثاني رائع جدا، هجمة من سايتل، بعد كده استحوذ الأهلي أول 10 دقايق، دخل الأهلي في المباراة من الدقيقة 52، أول كورنر للأهلي تطلع من الدفاع بعد هجمة لسايتل من الجهة الشمال، تحول الأهلي لهجوم متلاحم ورا بعضه. فرصة تبادل الكرة بين معلول وطاهر من الشمال، لكنه يطلعها الدفاع، مقفلين مضبوط، عارفين بيعملوا ايه، عارفين قدامهم فريق خطر، عارفين قدامهم مهاجمين صراع، عارفين الأهلي وهجماته خطرة. انذار لتو في الدقيقة 59، الدقيقة 62 تم التغيير، قفشة وشريف وعبد القادر مكان كهربا وحمدي وطاهر، وبدأ الشغل. بدأ أستاذ النص قفشة يبدأ يلحن ويعزف موسيقى على الأطراف يمين وشمال. الحمد لله وصلنا للي احنا عاوزينه. هجمة يلعبها متولي من ورا الدفاع، كورة روعة تروح لمحمد شريف انفراد، يلعبها لقفشة، تباطأ فيها قفشة وضاعت، كان لازم يدخل جوه منطقة الجزاء ويشوط، لكنه ربنا عوضها له وجابها له في الآخر وأكرمه بيها. دقيقة 67 هجمة مرتدة من ديانج لتاو، يمر يلعبها لعبد القادر لشريف لقفشة، لكنها مرت جنب العارضة. دقيقة 69 هجمة ترد للأهلي، تاو يلعبها لشريف لتاو لكن لم تكتمل وانقطعت. 70 هجمة لتاو للسلية لمعلول، يلعبها تيجي كورنر. 73 عبد القادر يمر من 1 و2 و3 ويمشي، لكن أنانيته، وأنا دايما بقول له أنت لعيب وأنت حريف وأنت مهاري وأنت موهبة، بس أرجوك العب للفريق، أنت خلاص عديت من 3 4، مش لازم تعدي من 5 و6. باصي وخد تاني، كانت فرصة رائعة كنت ممكن تسجل منها، لكن الحمد لله برضو على النتيجة. الدقيقة 79 الشوط الثاني الأهلي فرض سيطرته وأسلوبه حتى الدقيقة 81. مشكلتنا كانت في اللمسة الأخيرة فقط، صدقوني كانت اللمسة الأخيرة دايما عندنا فيها مشكلة. الدقيقة 86 معلول لشريف لمعلول لكن تطلع أوي. الدقيقة 88 بيرسي تاو يمر ويلعبها القفشة، يشوط في العارضة، ترد القفشة، يشوط تخبط في الجون في الدفاع وترد جون. الحمد لله، روعة يا قفشة، قاضية يا قفشة، رمز القاضية هو قفشة. حكم يضيف 4 دقائق وقت بدل ضائع، ينهي الحكم المباراة في الدقيقة 95. شوط تاني رائع يا أهلي، شكرا يا أهلي، شكرا رجال الأهلي، شكرا إدارة الأهلي، شكرا مستر كرر. الأهلي ورفاقه الحمد لله في نصف النهائي. النادي الأهلي نادي خلق للمواقف الصعبة وخلق للانتصارات، نادي يحبه الله. الأهلي دائما هو مصدر السعادة للكرة المصرية والكرة العربية والكرة الإفريقية. إلى هنا نقول انتهينا من هذا الفيديو الرائع، إلى أن نلقاكم، دمتم وفي أمان الله، وإن شاء الله من نصر إلى نصر بإذن الله.